يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء، أسألك بالذي يا إلهي نزل. إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة فلا تعجز عن 4 منها يسيرة وتكرر 3. الأول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الثاني: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الثالث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الرابع: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اهلا وسهلا البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ هاد الفيديو مسكين ما كتبش يتحط، عرفتوا شحال من حاجه مشات منه، شحال من حاجه ما بقاتش فيه، ولكن ماشي مشكل. كان غيتحط هو تقريبا دابا شي اسبوع، ولكن ما كتبش، وكنت غنحط من مره واحد اخر يعني نصوروا لكم، ولكن ملي ما تيسرش قلت ماشي مشكل، ما يبقاش فيه الحال. المهم انني نحط لكم هذا الفيديو كما هو، كما قلت لي حنا قابلين كما جا الفيديو، فانا غنحاول نحط لكم ونقاد لكم، واخا مشاو منه بزاف ديال اللقطات فماشي مشكل. فهاد الوقت اللي كنبارطاجي معكم هذا الفيديو ان شاء الله غيكون رمضان اما السبت اما الحد، فالله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وكل ما كنتمنوا يا ربي. اهم حاجه هي الصحه وراحه البال، وما باقي كلشي كما كنقول لكم كل مره حنا اللي كنديرو. فيا ربي تقبل منا، يا ربي تبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، يا ربي جعلنا من اهل الرحمه واهل المغفره والعتق من النيران يا ربي يا ربي امين. فكما شفتوا الفيديو ديال اليوم غيكون نهار بسيط جدا، وهذا النهار كانت فيه واحد الشتيوه ما نقولش لكم، وسبحان الله النهار اللي لبست فيه ديما كنلبس لي بوتين لي سبادري، هذا النهار لبست فيه صبابط بان لي الجو مزيان، ولكن غير خرجنا بدات كتصب الشتا ماشي مشكل. المهم كان الجو كيحمق، وبغيت نخلي لكم باش تشوفوه ما شاء الله زوين بزاف. فاللي خلاني نحط الفيديو واخا ما كنتش مقتنعه به 100%، انا كنبغي نحط لكم فيديو تكون فيه على الاقل منفعه، شي حاجه زوينه، شي حاجه نبارطاجيها معكم. هذا الفيديو عادي، ولكن اقسم بالله اللي خلاني نحط لكم هو طريقه التعامل ديالكم معايا في الميساج، بعد الدعوات ديالكم. ما عرفتش غادي نقول صراحه، الله يفرحكم، الله يعطيكم ما كتمناو كلكم، راه كيما كتبغيو الخير الناس ربي غيعطي لكم اضعاف مضاعفه. فمن قلبي الله يفرحكم كاملين، والله يعطيكم ما كتمنوا. ان حب الناس نعمه كبيره، ما كتعرفونيش وانا ما كنعرفكمش بزاف، ولكن الحمد لله طونك كنهضروا في الميساج انا راه شفتوني. المهم الناس اللي عندي في انستغرام عارفيني، كيفاش كنهضر معاكم راه كنتخيل راسي انني بحال كنعرفكم وكنعبر لكم وانتم كذلك كتهضروا معايا في كل شيء. شكرا على الحب ديالكم ليا، على لي حشمنا، والله يسر لنا يا ربي كاملين، والله يفرحكم يا ربي. المهم هذا الفيديو اعتبروا فضفضه، ان الكونسيبت ديال الفيديو صافي تخربق، فما بغيتش انا نتخربق، قلت خليني نهضر معاهم. المهم داكشي اللي في قلبي نقوله. انا كما شفتوا داك الكرموس بعدا لقيته فيما كنقولوا عرفتي زوين بزاف، واخا فيه بزاف ديال العظومه ولكن راه صحي بزاف. وانا شتي كانت كتصب ما بغيتش ندخل للدار، قلت خليها حتى تصب عليا واحد شويه، عرفتي واحد الاحساس زوين. انا من النوع سبحان الله ملي كنت صغيره ما كانش عندي زي الشتا، ولكن ملي بدينا كنكبروا بدينا كنعرفوا الاهميه ديالها، لان بلا بها راكم عارفين شنو كيطرا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا كنا وصلنا للدار فين كنا غاديين عند العائله. المهم ندوزو عشيه داك النهير، فخليكم معايا باش تشوفوا النهار كيفاش داز. كيعجبني نصور لكم التفاصيل، ولكن كاين بعض الحاجات ما تنقدرش نبارطاجيهم معكم. المهم هنا غنبارطاجي معكم الاذان ديال هذا المسجد، ما يمكنش شحال ما شاء الله غزال وزوين، واحد الصوت اللهم بارك. وكنت ديجا بارطاجيت معكم شحال من مره، الاغلبيه كان في اما في الفجر. واحد المره شاركت معكم فيديو وكان نيت نهار الجمعه، وكنت بارطاج معكم الخطبه كاع، عرفتي راه ما يمكنش ما شاء الله اللهم بارك. وانا اختي كنوريكم الزاز، الناس راه خيطوا جلال وقولوا لهم بالصحه والراحه ما شاء الله. شوفوا ليا الديكور. صافي تغدينا وجلسنا وجمعنا وضحكنا ودوزنا بزاف الحاجات وغسلوا الماعن كنشكر بنت خالتي مسكينه اللي ما خلاتنيش نغسل لها الماعن،
غسلت معناتها وقدينا وجلسنا وضحكنا وشطنا وبدات النهار زوين. وانا كنهضر معكم طاحت لي فكره في راسي. البنات رمضان هو شهر العباده وشهر اللي ممكن الانسان تغير فيه حياته، ماشي ممكن ان شاء الله غتغير في حياته الا هو بغى، لانه شهر اصلا كيوفر لنا بزاف د الحاجات. كتقول انك خاصك تصلي ديال الصلاه اللي اصلا ما خاصش نهضروا عليها لانه ضروري وفرض علينا. وثاني حاجه كتولي كتقوم الليل، كتولي كتصلي في الوقت، كتولي كتقرا قران، كتولي ضروري كتبغي تختم ختمه ديالك، كتولي انت اصلا الروحانيه كتولي عاليه، كتولي تبغي تبعد على بزاف ديال العادات. فتثبت راسك وحاول ان نحاولوا، لا انا لا نتوما لا اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو، حاولوا انكم تستغلوا هذا الشهر في العباده اكثر. الماكله ديما كناكلوها اللهم بارك ما فيها باس، الا تشهى الانسان شي حاجه يوجدها، غير ما يكلفش على راسو، يخلي النهار كله يمشي غير في الطياب وينسى الجانب الديني اللي هو اهم حاجه. وهذا الشهر بالضبط شهر واحد في العام، تخيلوا معايا 12 شهر، شهر واحد اللي كتكون فيه الروحانيه عاليه، كيكون فيه الدعاء مستجاب، كتكون فيه العتق من النار. راه واخا نوصف لكم تنعيا، راه ما شاء الله كلكم عارفين هذا الشهر العظمه ديالو. فيا ربي تقبل منا الشهر اللي خاص كل واحد هي فيه الدعوات اللي بغاهم، الدعوات اللي من زمان هو متشوق انه يشوفهم. الا فيهم الخير دعوا الله في هذه الوقيته، فيستحيل الله سبحانه وتعالى الا عرف فيهم الخير ما يكتبهمش لكم. خاص يكون غير يقين صادق لله سبحانه وتعالى، وتكون توبه نصوحه. ما يمشي انسان يطلب من الله واحد الحاجه ومن بعد يرجع لواحد الحاجه اللي ماشي هي هذيك اللي كتغضب الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء اللي كاين هنا. كما شفتوا صار النهار ديالنا، رجعنا للدار، كنا خاصنا نخرجوا نقضي واحد الغرض بالزربه، وحنا البنات ضروري ما كندوزو عند الحوايج وداك الشيء ونشوفوا شنو كاين في الدنيا. صافي هادشي اللي كاين، تعشينا على برا وصافي رجعنا للدار. كنتمنى الفيديو يا ربي يعجبكم، نتمنىكم تقبلوا عليا انه فيديو بسيط كما قلت لكم، وحاول انني نفضفض معكم حاجات اللي زوينه وحاجات اللي غتنفعنا. وكون كان بزاف ديال الوقت مازال نبارطاج معكم فيديو اخر، ولكن ان شاء الله علاش لا الا كتاب. انا صافي جيت للدار، تبديت صليت وقرأت القران ديالي وصافي نعست. وهذا الشيء اللي كاين. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تخليوا لي واحد لايك كومونتير وتشجيع عليا، واخا عارفكم كتشجعوني وعارفكم اللهم بارك. الله يحفظكم والله يعطيكم كلكم داكشي اللي كتمنوا يا ربي واللي يحشمنا. أعظم ما يمكن أن يختم به شعبان ويستقبل به رمضان أن تنطوي القلوب على نية صادقة تريد ما عند الله، تريد وجه الله والدار الآخرة. فمن كان كذلك فليستبشر وليؤمل خيرا، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به.